من فترة كده لما كنت ببص لنفسي في المراية كنت بحس ان في حاجة من بره اتغيرت مع تغيير جزء داخلي. يعني في حاجة جوايا اتغيرت، بس حاجة حلوة. لا، مش حاجة حلوة بتتاكل، حاجة حلوة اتغيرت للأحسن. وكنت بسأل نفسي ايه الحاجة اللي استفدتها بعد ما لبست واسع؟ طبعا بعد رضا ربنا. مش هتتخيلوا اني في الشتاء بقيت اوفر لبس الشتوي، وما بشتريش غير الجواكت بس، لان احنا في الشتاء بنلبس الصيفي تحت الجاكيت. وحقيقي بيبقى اكبر مكسب ليا هو اللبس المشجر، لان بعرف استخدمه باكتر من طريقة. يعني مثلا دي مش جيبة مشجرة، ولكن نفس الفستان اللي كان في اللقطة اللي فاتت لبست عليه بلوفر من فوق علشان يديني شكل الجيبة. والحقيقة اني بحب جدا الستايلينج في لبس المحجبات، وانه قد ايه اللبس ده خلاني من جوه مرتاح نفسيا، والراحة دي كمان ظهر على وشي. هنا كنت لابسة بلوفر مفتوح على الفستان، حبيت جدا الالوان، وكمان من الالوان اللي هتليق في الخريف مع الخامة هو الكارو. وهنا يجي دور الديزاينر الشاطرة جدا اللي بتعرف تختار الموديل المناسب مع اللون والخامة. بما اني قلت ديزاينر شاطرة يبقى مريم عبد العزيز، عشان كده هي عاملة لكم مسابقة حلوة جدا، شوفوا تفاصيلها في الكابشن.